صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صباح الخير، عاملين ايه؟ النهارده 13 رمضان 13 رمضان. النهارده اصور لكم يومي كمصمم جرافيك. اليوم بيبدا بمشوار طويل في المترو من زهراء مصر القديمه لحد النزهه الجديده. ده في حد ذاته يعني بمسك نفسي عن الفطار بالعافيه. اكتر حاجه بكرهها في حياه المترو بجد، يعني بجد هو مواصله سخيفه جدا. ان شاء الله ربنا يكرم بعربيه عشان الموضوع صعب قوي. انا بشتغل في شركه دعايه واعلان النزهه الجديده. المواعيد في رمضان المفروض ان هي من الساعه 8 للساعه 4، بس انا عمري ما رحت الساعه 8. عمري ما رحت في ميعادي، فخلينا نطلع ونشوف اليوم هيمشي ازاي. ده منظر يا جماعه الصبح. صباح الخير، يلا بينا. هيا الى العمل، ليتس جو. بصور بسرعه عشان هم قاموا الصلاه، فانا نازل اصلي الظهر. عايز اقول لكم ان ده منظر الشارع دلوقتي، يعني انا مش عارف اعدي منين. ادعوا بقى كتير عشان الدعاء حلو في الجو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صلاة الجنازة كما لا يخفى عليكم 4 تكبيرات على من حضر من أموات المسلمين والمتوفى رجل. التكبيرة الأولى أو بعد التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية والتشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء له بالمغفرة والرحمة والثبات عند السؤال والجنة والنجاة من النار، وتدعو له كما تحب أن يدعى لك. وبعد التكبيرة الرابعة الدعاء له ولنا ولجميع موتى المؤمنين. وإذا كان عليه دين لأي أحد أو لأحد من الموجودين أو الحاضرين له دين على المتوفى فأهله موجودين بفضل الله تعالى يقضون عنه الدين. وإذا كان دين معنوي فالمسامحة، ولعل الله سبحانه وتعالى العفو، ولعل الله سبحانه وتعالى يعفو عنا جميعا. الله. الفترة الأخيرة كنت بصلي في المكتب فوق، بس زي ما شفتوا النهاردة عشان صلاة الجنازة هستغل الفرصة وأنزل أصلي في الجامع وكمان آخد ثواب الجنازة. مش مصدق إني خلصت، لسه مخلص شغل. الساعة دلوقتي 4. المفروض إن أنا بخلص شغل 4، بس هصلي زي ما بيحصل لأي مصمم. التعديلات بتبدأ بعد ما وقت الشغل يخلص. الحمد لله.
تاني. طبعا فطرت ونمت، ما قدرتش اقاوم عشان اعرف افوق، لان يوم المصمم مش بس شغل في الشركه. مش عارف صوت الدوشه اللي في الشارع ده طالع ولا لا، بس انا هكمل تصوير. ان الفلوج جميل اصلا واليوم بادئ الحمد لله كويس. ما عرفتش اصور كتير في الشركه، مش مستأذن صاحب الشركه ان انا اصور، فصورت حاجه بسيطه. هنكمل تصوير هنا ان شاء الله. هحاول النهارده قبل السحور امنتج الفلوج ده عشان ارفعه بكره. وعشان انا بصور يومي كمصمم جرافيك وما صورتش حاجه في الشركه كشغل، يعني هحاول على قد ما اقدر ان انا اصور لكم شغلي هنا. هحاول على قد ما اقدر اصور المونتاج. حاليا بمنتج بديفينشي ريزورف عشان بريمير بفلوس وادوبي مبهدلانا معاها. قررت ان انا اشتغل بديفينشي ريزورف فتره لحد ما اقدر ان انا اشتري اشتراك ادوبي.